تخيل طفل عمره 9 سنين يحكم مصر. حكايات التاريخ ما بتنتهيش، خاصة لما تكون عن المماليك واللي كانت فترة حكمهم لمصر مليانة غرايب وطرايف. وده ينطبق على بطل حكايتنا النهاردة، الناصر محمد بن قلاوون، واللي لقى نفسه سلطان المحروسة وهو عمره 9 سنين. ازاي عيل صغير بقى السلطان؟ الحكاية بدأت لما مات أبوه السلطان قلاوون وبعدها أخوه. وقتها الناصر محمد كان لسه طفل ما كملش 10 سنين، بس المماليك اللي كانوا بيحكموا مصر ايامها قرروا ينصبوه سلطان. بس طبعا مفيش طفل يقدر يقوم بمهام الدوله، فيعملوا ايه؟ قرر المماليك تعيين اوصياء على العرش، وهم الامير كتبغة والامير سنجر الشجاعي، ودول كانوا الحكام الفعليين لمصر. لحد ما واحد من الاوصياء عمل حاجه قلبت الموازين كلها. كتبغة عمل انقلاب على سنجر واستفرد هو بالحكم، وفضل بالوضع ده سنتين. لكن على رأي المثل طباخ السم بيدوقه، كتبغة نفسه حصل عليه انقلاب من الأمير اسمه حسام الدين لاجين، وعشان يضمن بقائه عمل لاجين اتفاق مع الناصر محمد. قال له بص يا معلم، سيب لي الحكم مؤقتا لحد ما تكبر ويشتد عودك وتجهز للسلطنة، وانا عمري ما هغدر بيك وهسلمها لك لوكس على المفتاح. بيوافق الناصر محمد ويفضل الاتفاق ساري، لكن بيحصل شيء غير متوقع. لاجين هو اللي اتغدر بيه، اختلوه. في الوقت ده الناصر محمد كانوا بعزينه عن الصورة وخلوه في قلعة الكرك كمنفي، لكن وهو عنده 14 سنة بيرجع القاهرة، واللي أهلها بيستقبلوه بالزغاريط لحبهم لآل قلاوون، وبيرجع الناصر يحكم مصر. لكن في مشكلة، بيتحكم الأمراء تاني في الناصر محمد، وتحديدا أميرين، واحد اسمه بيبرز والتاني اسمه سلار، وبيبقوا هم الحكام الفعليين. ويا ريت بتيجي على قد كده، بتنهل الأخبار بأن المغول بيجهزوا حملة لدخول الشام، أهم ولايات السلطنة المصرية. الناصر محمد في اللحظة دي مش عارف يلاقيها منين ولا منين، من مماليكه اللي بيتصارعوا على الحكم ولا من العدو الخارجي. انتوا متخيلين كل الضغوط دي على طفل عنده 15 سنة؟ أي حد طبيعي في سنه كان زمانه بيلعب مع أصحابه في الحارة. بس ده كان قدر الناصر محمد، واللي أثبت إنه كان قد الموقف وقرر يخرج بنفسه على رأس الجيش. لكن بتحصل كارثة، قادة جيشه بيتخانقوا مع بعض وبيحصل انقسام بينهم، ونتيجة منطقية لده هزيمة قاسية. بيحس الناصر محمد بالعار لأنه أول سلطان من آل قلاوون يتهزم. لكن معدن الناصر محمد ظهر في الموقف ده، ما يقسش ولا قاعد يندب حظه، لكنه قرر ان اللي جاي لازم يبقى احسن من اللي فات. فيقوم باعاده تنظيم الجيش وبيعمل خطه لتحقيق ده في زمن قصير عشان يقدر يواجه المغول. لكن في الوقت ده بتحصل حاجه خطيره جدا جدا بتهدد مستقبل السلطنه المصريه كلها، تحالف ثلاثي بين المغول والارمن وجزيره ارواد على مصر، حاجه كده زي العدوان الثلاثي. ومجرد ما بيعرف الناصر محمد بالتطورات دي بيقرر يتحرك بسرعه، وخطته كانت كالاتي: الأسطول المصري يتحرك بحريا لفتح قلعة وجزيرة أرواد، في نفس الوقت يتحرك الجيش بريا لفتح مملكة أرمينيا، وبينجح الأسطول والجيش في مهمتهم، وبيترفع علم السلطنة المصرية على قلعة أرواد، وبيتم محاصرة عاصمة أرمينيا. كده مفضلش غير المغول. بس الموضوع مش سهل، انت بتواجه اكبر قوة عسكرية في العصر ده تقدر تعتبرها امريكا بتاعة المرحلة. واللي زاد الطين بلة ان المغول بدأوا يتحركوا فعلا بقوة 80,000 عسكري باتجاه الشام، ولسه جزء كبير من الجيش مرجعش من ارمينيا. هنا الناصر محمد بيواجه اكبر تحدي في حياته، فيعلن النفير العام ويخرج على رأس الجيش علشان يواجه المغول في الشام. بيستعد الناصر محمد للمعركة كويس، وبينظم قواته بشكل احترافي، وبيكون قراره مفيش هزيمة، الانتصار او الموت. وهنا بتحصل مفاجأة تانية، بيحقق الناصر محمد انتصار ساحق على المغول، ونتيجة الانتصار ده قطع رجلهم تماما من الشرق. انتصار الناصر محمد بيرفع أسهمه ويعلي نجمه عند المصريين، لدرجة انه لما حصل محاولة انقلاب عليه خرج الآلاف من أهالي القاهرة رافعين سيوفهم ودخلوا القلعة بيهتفوا: يا ناصر يا منصور، لا سلطان إلا ابن قلاوون. لما بيستقر الوضع على الناصر محمد بيبدأ سياسة إصلاحية في كل المجالات. أول حاجة عملها كانت إلغاء الضرائب اللي كانت بتثقل كاهل المصريين، ده غير مشاريعه الضخمة. فالناصر محمد بيعتبر تاني أكتر حاكم بعد رمسيس الثاني من حيث المنشآت المعمارية، وفي عهده اتعمل مئات الجوامع والمدارس والمستشفيات. خد رجلك لحد شارع المعز هتلاقي اكتر من تحفه معماريه هو اللي بناهم. كمان حط حد لثورات العربنه المتكرره في الصعيد والبحيره وقضى عليهم تماما. بفضل ده قدر المصريين يتحركوا بامان ومن غير خوف. وكان الناصر محمد زي ما بيحكوا عنه كرامه مصر والمصريين على عينه، من كتر حبه لمصر واهلها ما كانش بيسمح لاي حد يمس كرامتهم.
حكايات كتيرة اتقالت عن غضبه لما حد يضايق مصري، زي لما غزا اليمن عشان خاطر تجار مصريين اتحرش حاكم اليمن بيهم، وفي مرة هدد بقطع العلاقات مع سلطنة تلمسان علشان قافلة مصرية اتنهبت في أرضهم. ونتيجة ده بقى كل حكام العالم بيعملوا لمصر 100,000 حساب، من الهند والصين لأسبانيا. فمثلا سلطان الهند كان معين موظفين مصريين في حكومته، وكان صارف لتجار مصريين مرتبات ومديهم بيوت، ده غير وجود وزراء مصريين في حكومة الصين زي الوزير برهان الدين المصري. مصر في عهد الناصر محمد بقت إمبراطورية عظيمة بتضم الشام والحجاز واليمن والأناضول والعراق وجورجيا والسودان وليبيا وتونس. حكم الناصر محمد مصر 50 سنة، كانت مصر في عهده من أقوى دول العالم، وصلت فيها لمكانها تفكرنا بالحكام العظام زي تحتمس الثالث ورمسيس الثاني. الناصر محمد ما كانش بس قائد عسكري عظيم، كمان كان عادل وحكيم، عشان كده الشعب كان بيحبه. مات الناصر محمد وهو سايب مصر دولة قوية ومزدهرة.